النهارده هكلمكم في موضوع حساس قوي، موضوع ناس بتتكسف تتكلم فيه وانا مش عارفه ليه. والموضوع ده هو الفلوس. بص، انا هعمل سلسله فيديوهات عن حاجات انا كان نفسي اتعلمها وانا قبل ما اكمل 20 سنه، وانا في عشريناتي، وانا في نص عشريناتي، حتى لو انا في اخر عشريناتي. ولكن للاسف الحاجات دي انا اتعلمتها متاخر. وكنت اتمنى ان حد يعلمها لي وانا صغيره. فانا شايفه وانا دلوقتي في سن ال31 اقدر بكل ثقه اديكم، مش عايزه اقول اديكم نصايح عشان الجمله دي تقيله قوي، بس ممكن الفت نظركم لحاجات لو اتعلمتوها هتخلي حياتكم احسن بكتير. واعتبروني يعني زي اختكم الكبيره، ومش لازم وانت بتسمع الكلام ده وانت بتسمعي الكلام ده تتفقوا مع كل كلمه بقولها، لان في الاول في الاخر دي تجربتي الشخصيه وتجربه كل بني ادم فريده من نوعها، فتاخد اللي ينفع في حياتك وسيب اللي ما ينفعش. ايه بقى حوار الفلوس ده؟ اكتر حاجه كان نفسي اتعلمها وانا صغيره ايه هي الفلوس. حد هيقول لي طب ما هي منا الفلوس دي اللي ناخدها ونصرفها. بس ازاي اعمل فلوس؟ ايه هي مصادر الدخل المختلفة؟ ازاي ازودها؟ ازاي ابقى حاسة بالامان؟ ازاي الفلوس ما تبقاش مصدر للضغط ومصدر للستريس طول الوقت في حياتي؟ ازاي احافظ على فلوسي من الانفليشن، من التضخم؟ ازاي احافظ على قيمة فلوسي؟ الحاجات دي كلها انا اتعلمتها على مدار 10-12 سنة اللي فاتوا، وكان نفسي اخدها كده ككورس مكثف اتعلمها مرة واحدة، لان انا لقيت نفسي مثلا وانا خارجة من مصر عليا ديون كتير للبنك بسبب الكريدت كارد، وانا ما كنتش فاهمة هو ايه ده. انا اصلا ليه؟ طب انا بدفع الكريدت كارد كل شهر. فاللونز، القروض، الفرق بين الكريدت كارد والديبت كارد، الحاجات دي كلها ما كنتش فاهمه اصلا يعني. فالفيديو ده مش نصيحه ماليه، انا بحكي بس تجربتي، انتوا خدوا منها اللي ينفع وسيبوا اللي ما ينفعش. فهحكي لكم بقى الحكايه من الاول خالص. انا وانا صغيره ما حدش علمني قيمه الفلوس، ما كنتش بسمع غير كلمه واحده من بابا جمله واحده: انتوا لما تعملوا فلوس وتتعبوا فيها مش هتصرفوها على تفاهات. انا بقى اخدت الجمله دي عشان انا شخص عنيد جدا، فاخدت الجمله دي وقلت اوكي، انا هعمل فلوس كتير وهصرفها على تفاهات. وقد كان، انا قدرت على مر السنين ان انا اعمل فلوس الحمد لله، وكنت بصرفها على حاجات بجد انا مش محتاجاها نهائي. انا في حاجات في البيت انا مش عارفه انا اشتريتها ليه وبتعمل ايه هنا، في حاجات بشتريها وبنساها، في حاجات بشتريها وبرميها، ففلوس بتضيع. لكن كان نفسي مثلا اتعلم ازاي اعمل بادجت، اعمل ميزانيه، احوشها ازاي، احميها ازاي. فاول حاجه بالنسبه للفلوس، الفلوس هي انا بعتبرها طاقه او مايند سيت او طريقه تفكير. لو انت مايند سيت بتاعك فيه وفره، فان شاء الله الفلوس هتبقى موجوده في حياتك. لو انت طول الوقت بتكرر كلام زي انا فقير، انا معيش فلوس، انا مش عارف اجيب فلوس منين، هتفضل فقير، هتفضل معكش فلوس، هتفضل دايما حاسس ان الفلوس مصدر ضغط بالنسبه لك. فانا الحمد لله حاجه اللي انا عملتها من وانا صغيره، ان انا كنت دايما بقول انا هيبقى معايا فلوس، ان شاء الله هيبقى معايا فلوس، انا هبقى معايا. فكنتش بقول ان انا معيش فلوس دي كتير، وعمري ما قلت ان انا فقيره. الجمله دي لما بسمعها ام حد مثلا من صحابي حتى بيقولها بهزار، اقول له ما تقولش كده عشان انا دي مش فال كويس. فطريقه تفكيري حوالين الفلوس ان هي دايما دايما هتبقى موجوده. منين؟ عند ربنا بقى، بس هي دايما هتبقى موجوده. وكنت دايما حتى وانا معايا فلوس ولو قليله ونفسي في حاجه، لو اخر فلوس معايا كنت بروح اشتريها، اقول خلاص انا هيجيلي فلوس. فاول حاجه، لو انت ما عندكش المايند سيت او ما عندكش طريقه التفكير بتاعه الوفره، او طريقه التفكير اللي هي ما فيهاش خوف من الفلوس، ما فيهاش قلق من الفلوس، ما فيهاش افكار مش لذيذه عن الفلوس. يعني احنا مثلا في حاجه بنتربى عليها، انا مش عارفه الدوشه دي طالعه في المايك ولا ايه، انا مش عارفه اصلا. حد بينظف تقريبا، بينفض سجاده وعربيه الانذار بتاعها. ثانيه كده شوف، انا مش فاهمه اللي بيحصل بجد. انا مش عارفه ايه ده. المهم،
في افكار ليها علاقه بالفلوس، زي مثلا ان الفلوس دي اصل اي شر. فانت لو شايف ان الفلوس دايما اصلها شر، او ان هي لو هي موجوده كتير هتبقى شريره، فمش هيبقى عندك فلوس. فاي افكار، انا في حاجه كنت عايزه استخدمها في فيديو ونسيت، لان انا برضو دي حاجه مثلا انا اشتريتها عمري ما استخدمتها بس اشتريتها. انا بقى بتكلم حاجات زي كده، حاجات زي كده موجوده حواليا في البيت وسافرت بيها، قلت انا اكيد لما اصور فيديوهات هستخدمها، ما استخدمتهاش، وقلت انا عايزه قبل ما ابدا الفيديو ده استخدمها وبرضه نسيت. يا لهوي. المهم، لو خلصنا حته المايند سيت وخلصنا حته النيه بتاعه الفلوس، وتخلصنا من الاقاويل بتاعه انا فقير، انا معيش فلوس، والوفره والكلام ده، ايه بقى اللي يجي بعد كده؟ عشان انا دي مثلا حاجه عملتها من وانا صغيره. ايه بقى اللي يجي بعد كده؟ اللي يجي بعد كده ان انت تبقى فاهم البنك ماشي ازاي. لما انت بتشتغل اول شغلانه، طبعا بتوع البنك بيجوا بيعملوا لك ديبت كارد، ويقول لك انت مش عايز كريدت كارد. طبعا انت هتقول ايوه عايز كريدت كارد عشان اشتري حاجات. فانا مثلا لحد سن 26 سنه انا كنت فاكره ان انا لو دفعت المينيمم بتاع الكريدت كارد انا بقى كده تمام، انا كده عملت اللي عليا والزياده. ولكن لما خرجت من مصر وكنت عايزه اقفل الكريدت كارد، اكتشفت ان لا، انا المفروض ابقى بدفع الستيتمنت كله، لان انا لو ما دفعتش الستيتمنت كله بتاع الكريدت كارد، كل يوم هينزل عليا فوائد مختلفه، كل يوم هينزل عليا فوائد. انا ما حدش قال لي الكلام ده، انا ما حدش علمني الكلام ده، انا ما اعرفش. فطبعا انا طالعه من مصر بديون على الكريدت كارد بالعبيط. انا اصلا ما اعرفش الديون دي جت امتى، ما انا بدفع لكم المينيمم كل شهر، بس ما حدش قال لي. والحمد لله انا اكتشفت ده وانا خارجه من مصر. انا لو كنت جيت دبي وعملت الحركه دي ودفعت بس المينيمم، كان زمان هيبقى عليا فوايد، انا كان زماني في السجن من كتر الفوائد. ولكن انا اتعلمت ساعتها في سن 26 ان انا لو هستخدم الكريدت كارد لازم ادفع الستيتمنت كله في ميعاده، عشان لو ما دفعش في ميعاده كل يوم هينزل عليا فوائد. حاجه تانية بالنسبه للكريدت كارد، هل ده معناه ان انا ما استخدمش كريدت كارد؟ لا، انا محبه جدا جدا للكريدت كاردز. ليه بقى؟ لان اولا بتديني اكسس على اللاونجز اللي في المطار، اللي هو مش عارفه، اللي هي الصاله اللي بيبقى فيها صاله الانتظار دي، بدل ما تبقى قاعد بره. وانا بسافر كتير فبحب قوي اروح اقعد في اللاونج، لان اللاونج بيبقى فيه اكل ببلاش وعصاير وقهوه وديزرت وبتاع، وبدل ما بقى قاعده مستنيه في الزحمه بقى قاعده جوه اللاونج يعني، فالاكسس ده ببلاش. وانت كمان لو انت في المطار ورحت تشتري اكل، الاكل بيبقى غالي قوي قوي مقارنه بالمطاعم. مثلا الميه بتبقى غاليه، فانا لو قاعده في اللاونج انا تمام، انا قاعده في اللاونج بس عشان انا معايا كريدت كارد. ثاني حاجه، بعرف اقسط حاجات مبالغها كبيره من غير فوائد. لازم اخد بالي قوي من حته من غير فوائد دي. حتى لو انا معايا مثلا، لو انا شاريه حاجه ب20,000 وانا معايا 20,000 في الحساب، برضو بقسطها، عشان انا ليه ممكن ادفع الكاش كله لما ممكن اقسطه. تالت حاجه بحبها في الكريدت كاردز ان انا بعرف اخد بوينتس. فانا اصلا بصرف كتير، فانا كل شهر بيبقى عندي بوينتس مثلا تديني 500 600 درهم، بستخدمها بقى في اي حاجه. ممكن ادفع احطها على الكريدت كارد، اروح بيها السوبر ماركت، اعمل بيها اي حاجه. فطول ما انت عارف ان انت تعرف تدفع الكريدت كارد في ميعادها، استخدم الكريدت كارد. مش هتعرف، ما اعتقدش ان انت لازم تستخدمها، عشان انت مش عايز يبقى عندك فوائد كتير ما تعرفش تسددها منين ولا منين. كده بقى تانية كانت عندي ان انا لما بقيت بشتغل وبعمل فلوس وبتاع، بقيت بشتري بقى كمية حاجات ملهاش لازمة، ومن غير ما افكر كل ما اسافر حتة كنت بشتري مثلا شنطة سفر تانية احط فيها الحاجات اللي انا اشتريتها. واكتشفت ان ده غلط، واكتشفت ايه العبط اللي انا كنت بعمله ده وانا بلم حاجتي وانا جايه اسبانيا، لان انا كنت عايزه اقعد شهرين، فانا كنت بلم شنطه على اساس الشهرين. لقيت بقى عندي حاجات انا اصلا ناسيه ان هي عندي. فلو في حاجه انت محتاج تخلي بالك منها، فلما تيجي تشتري اشتري بس اللي انت محتاجه. لو لقيت نفسك واقف في محل ومش عارف تختار ايه، ما تشتريش حاجه. ليه؟ لان انا كنت بعمل العكس. لو انا واقفه في محل ومش عارفه انا هختار ايه، بشتري كله. الله الله أسوأ من يدير الأموال.
ما تعملوش كده. لو لقيتوا حاجه انتوا مش محتاجينها بس انتوا مش عارفين تشتروا اللون ده ولا اللون ده ولا اللون ده، ما تشتروهاش اصلا وامشوا بجد. لو مش محتاج الحاجه ما تشتريهاش. وده جاي من شخص بيشتري كل حاجه هو مش محتاجها. لان انا دلوقتي بشوف غلطتي بعناية في البيت، اللي هو ايه كل ده. فخلوا بالكم قوي انتوا بتشتروا ايه وما بتشتروش ايه. اشتروا اللي انتوا محتاجينه. هل ده معناه انا بقول لكم احرموا نفسكم؟ لا، انا برضو ما بحبش احرم نفسي من حاجه. انا اصلا بلاقي متعه في ان انا اروح اصرف الفلوس بجد. انا بروح اعمل شوبينج انا بجد ببقى مبسوطه ان انا بصرف، ولكن ما ينفعش الموضوع ده. لان انا حاسه ان الموضوع ده برضو جاي من طفله صغيره جوه، كان مثلا بيتقال لها لا كتير على حاجات عايشه وهي صغيره، فهي بتعوض بقى ده. فانا قعدت سنين اعوض ده، اللي هو اوكي انا مش هقول لنفسي لا انا هشتري اي حاجه عيني تقع عليها. وكنت ساعات بشتري حاجات انا حتى مش عايزاها، انا بس بشتري عشان هي موجوده وشكلها حلو. هل انا عايزاها؟ لا. هل انا محتاجاها؟ برضو لا، بس كنت بشتريها. فدلوقتي في حياتي بحاول الاقي التوازن والبالانس في اللي هو انا اشتري حاجه فعلا 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 عجباني، وما اشتريش حاجه انا مش محتاجاها ومش عجباني قوي. يعني الحاجه فعلا لازم تبقى عجباني قوي دلوقتي عشان اشتريها. يعني الجيبه دي انا اشتريتها وانا هنا في جرانادا، وانا لما جيت قلت انا مش هشتري اي هدوم لان انا لسه عندي هدوم في دولابي انا ما لبستهاش، هي بالتيكت مثلا موجوده ممكن تبقى بقالها سنه، فخلي بالي قوي انا هشتري ايه. فقعدت كذا يوم رايحه جايه قدام الجيبه دي، بعدين في الاخر قلت خلاص انا عجباني قوي وحباها وهشتريها. فخدوا وقتكم وانتوا بتشتروا الحاجه وما تتسرعوش. لان انا كنت ساعات بشتري الحاجه بس عشان انا مستعجله ومحتاجه اشتري حاجات عشان احس ان انا سافرت ورحت مكان، فقوم جايه لما كل الحاجات اللي في الجيفت شوب وماشيه. ما تعملوش كده بجد، ما تعملوش كده. فدايما حاولوا تلاقوا توازن ما بين الحاجات اللي انتوا محتاجينها والحاجات اللي انتوا حابينها من غير ما تحرموا نفسكم، او من غير ما تحرموا نفسكم من حاجه. هاخد بس اشرب بق عشان انا حاسه ان انا بقيت اسمها ايه، ريقي نشف. ف حاجة بقى تانية انا اتعلمتها متأخر قوي 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 في حياتي، لو انا لسه متعلمها مثلا السنة اللي فاتت. ايه بقى؟ ان انا ازاي احافظ على فلوسي من التضخم، او احمي فلوسي من التضخم. لان انا عندي سيفنج اكاونت، عندي حساب اللي هو حساب التوفير. حساب التوفير ده انت مثلا كل شهر بتحط فيه مبلغ صغير اللي بيتبقى من مرتبك. بس الفلوس طول ما هي قاعده في حساب توفير انت بتخسر. ازاي؟ انا ما كنتش فاهمه ازاي، بدات افهم بقى ازاي. لان في حاجه في العالم اسمها التضخم، يعني قيمه الحاجه، يعني الاسعار بتزيد وقيمه فلوسك ذات نفسها ما بتزيدش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو حوشت 100 جنيه من 5 سنين، من 5 سنين ال 100 جنيه دي مثلا كانت تجيب 5 كيلو لحمه، وانت حاطط ال 100 جنيه ده في حسابك حساب التوفير. بعد 5 سنين ال 100 جنيه لسه زي ما هي في حساب التوفير، صح؟ بس دلوقتي ال 100 جنيه دي تجيب برضو 5 كيلو لحمه؟ لا، هتجيب كيلو واحد لحمه مثلا، انا بدي مثال. فده معناه ان قيمه ال 100 جنيه اللي انت حوشتها من 5 سنين ما بقتش هي. يعني انت كأنك كده حوشت 10 جنيه مثلا. فبدأت اعلم نفسي ازاي احمي فلوسي من التضخم، وده اللي انا وصلت له. اول حاجة على قديمه الذهب. الذهب من اسهل الحاجات اللي ممكن تخليك تحافظ على فلوسك. وفعلا يعني تلاقي جدتك وجدة جدتك دايما يجيبوا ذهب. عشان ايه؟ ده هو الطريقة اللي بيحوشوا بيها. لان الذهب قيمته ما بتقلش، بالعكس قيمته بتزيد. فانت اما تحط فلوسك في ذهب انت كده حميت فلوسك من ان هي قيمتها تقل. طيب انا مش شخص بيروح يشتري ذهب، انا ما بعرفش اشتري ذهب. ليه؟ لان انت لما تروح عند محل، انت لو عايز تشتري ذهب ما تخسرش فيه لازم تشتري ذهب من غير مصنعية. لان انت لو اشتريت بمصنعية فده هيزود على السعر اللي انت المفروض تشتري بيه. ولو انت اشتريت مثلا ذهب بقى اللي هو تصميمات بقى ومش عارفه في خرزه مش عارف ايه وفي مش عارفه حاجه بتلمع ايه، فكده برضو بتدفع اكتر. فلو انت هتروح تشتري ذهب من الصاغه لازم تشتري حاجه ما فيهاش مصنعيه عاليه وما فيهاش لعب، لو انت يعني بتشتري الاستثمار.
طيب انا واحده ما عنديش خلق اصلا ان انا اعمل ده، وده حقيقي. انا بجد انا ما اعرفش يعني ايه انزل صاغه، اقعد افاصل بقى والمصنعيه ومش المصنعيه، لان انا اصلا شخص لما بيجي يتسوق ويعمل شوبينج انا شخص عبيط بشتري اي حاجه، وانا سهله الاقناع جدا. يعني انا ممكن اشتري حاجات عشان انا مش عايزه اكسف البيع. فانا ما اعرفش انزل اعمل الكلام ده. طب ايه الحل لما انا برضو لسه عايزه اشتري ذهب وعايزه احافظ على فلوسي؟ بقيت بشتري الذهب اللي هو ETF. يعني ايه بشتري جولد ETF؟ ETF ده بس انا هقول لكم يعني ايه ETF عشان انا نسيت المختصر بتاعها. انا عايزه اظبط الفريم اكتر من كده. اوكي. تعالوا ندور مع بعض. مش بجد مش فاكره ETF كانت يعني ايه. انت ذاكرتي مش احسن حاجه في الدنيا. يعني ETF exchange traded exchange traded fund. يعني ايه exchange traded fund؟ اشرح لكم. يعني خلونا نقول ان احنا عندنا، هقول لكم دلوقتي، انا عايزه اشرحها بطريقه سهله. ايه الجولد ETF ده؟ ده ETF، ال ETF اللي هو exchange traded fund زي اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، بيتابع سعر الذهب. بالنسبه لي ده اسهل بكتير على ان انا اروح اشتري ذهب فيزيكال، وهو بنفس سعر الذهب العادي. يعني هو نفس سعر الذهب الفيزيكال، هو السعر اللي هتلاقيه في الجولد ETF. فده بالنسبه لي استثمار طويل المدى، اللي هو انا بقى كل شهر ولا كل كام شهر لما معايا فلوس زياده بحطها في الجولد ETF. بالنسبه لي الذهب ده اسهل حاجه، وحاجه مش محتاجه مفهوميه كتير، مش محتاج انت تبقى دارس بقى وتقعد تراقب الستوك ماركت ومش عارف ايه. قادر تنزل تجيب ذهب من الصاغه، عاش جدا. مش عايز تعمل الموضوع ده، الجولد ETF. طيب ايه غير الجولد ETF؟ الاستثمار عامة في البورصة، وخصوصا البورصة الأمريكية. في ناس كانت بتستثمر في البورصة الصينية بس أنا مش فاهمة فيها قوي، فأنا مش هاجي جنبها. أنا هكلمكم على البورصة الأمريكية لأن دي أنا بقالي حبة فيها وحبة متابعاها. تمام. في ناس بتعمل حوار التريدنج بتاع البورصة الأمريكية ده يوميا، اللي هو بيتريد بس على الشورت تيرم. انا ماليش فك في الشورت تيرم، انا بكلمكم على الاستثمار طويل المدى، اللي هو حاجه تحميلي فلوسي واعرف ابقى مرتاحه كمان 15 20 سنه. انا بدات ده السنه اللي فاتت، بدات بقى اقرا عن الاي تي افس، بدات اقرا عن الشركات اللي بتطلع وتحط اسهمها في البورصه، اللي بيطلع اللي بينزل اللي بيأثر ايه الكلام ده كله. انا مش هقعد اشرح لكم الكلام ده كله، ان هو معقد وطويل، وانا حتى مش بفهم فيه قوي، يعني فهمي فيه بيسك. ولكن اسهل حاجه ممكن تعملها ان انت تحط فلوسك في ETFs، مش الجولد بقى بتاعت الشركات. الاي تي اف اللي هو الاكسشينج تريد فند، البوكس اللي عندك ده. فمثلا هتخيل في اي تي اف، مش هتخيل في اي تي اف حاجه اسمها الاس ان بي 500. الاس ان بي 500 ده اللي هو اكبر 500 شركه في امريكا. اوكي. فانت طبعا كشخص مشغول في حياتك وكشخص مش مهتم بالبورصه، مش هتقعد تشوف ال 500 اهم 500 شركه في امريكا وتحط في كل شركه فلوس وتشوف دي هتعلى امتى ودي هتنزل امتى، عشان الموضوع ده مرهق جدا. فطلع حاجه اسمها الاي تي اف. الاي تي اف والاس ام بي 500. هنتخيل ان البوكس ده هو ده الاس ام بي 500. البوكس ده فيه اكبر 500 شركه في امريكا. فانت بتعمله ايه؟ بدل ما بتحط فلوس في كل شركه لوحدها لوحدك، بتروح تشتري في الاس ام بي 500 كانك استثمرت في ال 500 شركه كلهم. هل ده كلام منطقي؟ فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا مثلا معايا 100 جنيه، بدل ما احط جنيه في كل شركه كبيره، انا هحط ال 100 جنيه كلها في سهم واحد بيتابع ال 500 شركه. فكانك استثمرت في، مش كانك، انت كده مستثمر في ال 500 شركه كلهم. هل ده مفهوم شويه؟ مش عارفه ابسطها هي اكتر من كده. هي الفكره ان الاي تي اف بيسهل عليك ان انت تستثمر في شركات كتير مع بعض في نفس الوقت وكلهم شركات كويسه، فدايما دايما دايما هتبقى بتعمل ربح حتى والسوق واقع، لان انت مش بتبص على السوق لما بيقع، انت بتبص على السوق بعد 10 و15 سنه. فالاس ان بي 500 مثلا هو دايما هيعمل لك ربح. فده استثمار طويل الاجل. مش بس الاس ان بي 500، في الاس ان بي 500
وفي الكيو كيو كيو. مثلا الاي تي اف بتاع الكيو كيو كيو ده بيتابع اهم شركات التكنولوجيا. وطبعا زي ما انتم شايفين التكنولوجيا هي على مدار الكم ديكيد اللي فاتوا هو كلها ناجحه. ف فهتبقى ربحان، انت بعد 10 سنين هتبقى ربحان وفلوسك قيمتها مش هتقل. فده الاستثمار اللي انا بدات اعمله، ودي حاجه انا كان نفسي اعملها من زمان. يعني انا لو كنت اصغر وكنت بدات احط فلوس قليله كل شهر في اي اي تي اف من دول، كان زماني دلوقتي عامله ارباح حلوه قوي. ايه تاني اتعلمته عن الفلوس؟ خلوني اختصر لكم كده اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. طريقه تفكيرك عن الفلوس، ازاي تستخدم الكريدت كارد بشكل كويس، ازاي تعمل بالانس وان انت ما تبقاش حارم نفسك من حاجه وانت في نفس الوقت ما تشتريش حاجات انت مش محتاجها. رابع حاجه هي الاستثمار. وبجد اقروا يا جماعه وتعلموا عن الاستثمار على قد ما تقدروا، عشان دي فعلا حاجه هتأمن لكم مستقبلكم بعدين. ودي حاجه انا كان نفسي اتعلمها وانا اصغر بكتير. خامس حاجه بقى، ودي حاجه انا بحاول اعملها لحد دلوقتي ومش بنجح فيها قوي، لان انا برضو شخص شويه عشوائيه في القرارات اللي باخدها وفي الحاجات اللي بعملها. ان انت تبقى عارف اولا فلوسك رايحه فين، وبتصرف قد ايه، وبتحوش قد ايه. وده ساعدني قوي السنه اللي فاتت واللي قبلها، اما بدات اخد بالي بقى شويه وابقى عامله بادجت واشوف انا فلوسي رايحه فين. في ان انا دلوقتي وانا ما عنديش شغل بدوام كامل، انا مرتاحه عشان انا عارفه ان انا مستثمره فلوسي في كذا، انا مصاريفي كذا. لما اقرر ارجع اشتغل فول تايم انا هعرف احوش كذا. فدايما خلي عندك نوعا ما ميزانيه، تبقى عارف انت الفلوس رايحه فين وجايه منين. وما تتكسفش ان انت تتكلم مع صحابك عن الفلوس، اتناقشوا في افكار اللي هو طب ازاي نعمل فلوس اكتر، ازاي نستثمر اكتر، ايه اللي بيحصل دلوقتي في العالم. لازم تبقى متابع الاخبار اللي بتحصل، لازم تبقى عارف التضخم رايح فين، لازم تبقى عارف الاسعار. وما تتكسفوش تتكلموا في ده. اقروا كتب مختلفه عن الفلوس، اقروا كتب مختلفه عن الاستثمار. لازم يبقى فيه يعني بجد بجد. انا لو كنت اتعلمت اكتر بكتير عن الفلوس وانا اصغر كنت هبقى عامله فلوس اكتر من كده بكتير. ولكن للاسف انا ضيعت وقت وضيعت فلوس على كلام فاضي، وكان ممكن ابدا استثمر بدري عن كده بكتير. طيب نستثمر ازاي بقى؟ يعني انت عماله تقولي استثمار، يعني اروح فين؟ في مصر في ابلكيشن اسمه ثاندر. بصوا الكلام ده انا مش بعمل دعايه لحد، انا بقول لكم اللي انا عارفاه. انا ما استخدمتش ابلكيشن ثاندر ده قبل كده، واللي انا اعرفه ان هو بيتابع البورصه المصريه. ما عنديش اي فكره البورصه المصريه عامله ايه او ازاي. وسالتهم قبل كده هل ينفع حد يستثمر في البورصه الامريكيه عن طريق الابلكيشن بتاعكم؟ قالوا لي لو عندهم حساب امريكي او حساب بالدولار، حساب دولاري. انا مش متاكده من المعلومات دي، فانتوا ممكن تتواصلوا معاهم، ابعتوا لهم عادي على الانستجرام، هم ردوا عليا. ممكن تبعتوا لهم عادي على الانستجرام وهم هيردوا. يعني اسالوهم ازاي ممكن تبداوا تستثمروا مثلا في البورصه الامريكيه. ما تجازفوش دلوقتي، لو انت معكش فلوس تجازف فيها ما تجازفش. بس حط فلوس في الحاجات المضمونه زي S&P 500 والكيو كيو كيو. في دبي انا بستخدم ابلكيشن اسمه ثروه، وانا بستخدم الابلكيشن ده لان هو كان بالنسبه لي اسهل واحد، لان انا ربطت الحساب البنك بتاعي بالابلكيشن وبعرف احط عليه الفلوس على طول، وفي ساعتها بعرف اشتري مكتوب ايه فاضل 10% من الكاميرا، فانا خلاص بقفل يعني. فكان سهل قوي ان انا اربط حسابي البنكي بالابلكيشن وعلى طول اشتري الحاجه. البنوك عامه المختلفه في الامارات في اوبشن ان انت تعمل استثمار او تشتري ستوكس. انا ما عرفتش استخدمها قوي الصراحه. في برضو وايو بانك، انا بستخدم وايو بانك في السيفنجز بس ما استخدمتوش في الاستثمار. الويب سايتس التانية زي IBKR انا برضو ما استخدمتوش، فما اعرفش. انا بسهل على نفسي الصراحه. اللي اعرفه ان مثلا ثروه بعد مبلغ معين بيبقى فيه تاكسز، وبحاول اسهل على نفسي يعني. ما بحاول ما اعقدش الدنيا، لان انا برضو يعني مش عايزه اتعسف الصراحه. استثمروا من دلوقتي. مش هتعرف بقى تشتري اسهم، مش هتعرف تشتري ETF والكلام ده. خليك في الذهب، اشتري ذهب سواء ETF او من الصاغه.
حتى لو هتشتري كل فترة مثلا هتجيب حاجة صغيرة تحطها عندك، لان بجد هي دي الطريقة اللي انت تحافظ بيها على الفلوس. متتكسفوش تتكلموا عن الفلوس، وما تحسوش ان انتوا مش مستحقين ان انتوا تعملوا فلوس. لا، انتوا تستاهلوا يبقى معاكم فلوس عادي. ده فكروا نفسكم انتوا تستاهلوا تعملوا فلوس كتير. ومش لازم واحد يبقى شقيان 24 ساعة وطالع عينه عشان يستاهل ان هو يعمل فلوس. لا عادي، يعني انت work smart not hard. وده اول درس كان نفسي اتعلمه وانا في اوائل العشرينات. اتمنى يكون الفيديو فاتكم. في حاجات تانية كتير قوي 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 كان نفسي اتعلمها، هشاركها في الفيديو التانية، بس حاسه ان الكلام عن الفلوس بالذات كان محتاج له فيديو لوحده، ما كانش ينفع احطه مع حاجات تانية يعني. وبس، هشوفكم الفيديو اللي جاي.